السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد او في وصفه جديده. وصفتي لنا اليوم هي وصفه كاطو الطبقات ولا صابلي الطبقات، وصفه جزائريه قديمه تشهرت في لي زاني 90. نبداو مع بعضنا. وصفه اليوم، المقادير وطريقه التحضير. هنا عندنا زبده مارغرين ماشي شرط صولا اسونسيال اي مارغرين. هنايا هذه 500 غرام، نقسموها على زوج 150 غرام، 250 غرام تاع مارغرين. هنايا في اللي عندها بيتخا تستخدم بيتخا ولا تستخدمي الضراب اليدوي. نحطو هنايا المارغرين تاعنا. قبل ما تكملوا لا فيديو ماذا بكم ديروا ابوني للقناه هكا يوصلكم وصفات تاوعي. واللي عندها استفسار ولا اللي عندها اي، هنايا كاس تاع سكر عادي ماشي سكر كلاص. كما كنت نقول لكم اللي عندها كاش نصيحه ولا كاش يعني كومونتير هكا تبلي تاني هكا باش نستفادوا مع بعضنا كامل. هنايا نديروا قرصه، عندنا مغرف صغيره تاع لافاني، كاس سكر نورمال، و250 غرام تاع المارين. نخلطوا المكونات مع بعضهم، نزيدوا لهم 3 حبات هنا على درجة حرارة الغرفة. وسينو اللي كان فريجيدار ودقيقة الاخرى تحطوه في الماء يكون سخون، ما سخون بزاف اللي يحط 5 درجات هكا يدي ديك درجة الحرارة تاع الماء. انا نديرو 3 حبات البيض، الا كانوا حبات صغار ديري 4. انا الحبات تاوعي كانوا ملاح. نخلوهم يتخلطوا مليح مليح بالراب اليدوي ولا البيتخا حتى تولي عندنا قوام كريم. هنايا نزيدو ربع الكاس تاع الزيت. هنايا بعد ما ولا عندنا خليط كريمي نبداو نضيفوه في الفرينه. هنايا بديت نضيف بالمغرف ومن بعد حسيتها هذه ما غاديش تخرجني، اما لا وليت نضيف بالكاس. هنا شوفوا الخليط كيفاش يكون عندنا خليط كريمي. بون هنايا فوالا شوفوا هذا الاول، الكاس الثاني. هنايا دات لي 5 كيسان نورمالمون، دوك نحسبوا مع بعضنا. نورمالمون 5 كيسان والسادس درت النص تاعو. هنا بينا العجينه تكون خفيفه، يعني خفيفه على تاع الصابلي اللي نعرفه. نحسبوا معايا هذا الثالث، فوالا، وهذا الرابع، وهذا الخامس. هنايا نضفنا 15 غرام تاع لا ليفور شيمي، 15 غرام خميره كيميائيه، يعني هي باكي ونص. لموا العجينه نخلطوها مليح مليح حتى تتلم، ما نعجنوهاش، لموها برك. هنايا دات لي 5 كيسان ونص، لميتها تحطيها في ساشي. شوفي هي اللي عندها الوقت ماذا بها تخليها تروبوزي حتى لنهار، يعني خير وخير تجيك مليحه. سينو اللي ما عندهاش الوقت عادي تخدم بها في الوقت هذاك نورمال. هنا نحكموا العجينه نقسموها على 3. نلم العجينه، نوزنوا العجينه تاعنا والحاصل اللي يعطيه لنا نقسموه على 3. وهذيك هي باش تجينا سوا تجينا العجينه كامل كيف كيف. هنا نديروا العجينات في ساشي، خلوهم يروبوزو دي كوتي، ونخدموا بالعجينه اللي غادي نخدموا بها دركا. نجيبوا الحلال رولو هذاك، نحتاجوا المول تاعنا، البلاطو يكون تاع ماشي صغير ماشي كبير. ونحتاجوا البابي كويسون. بون نحكموا العجينه نعجنوها نشكلوها على شكل كويره، ونجيبوا البابي نخدموا به ونحلو فيه العجينه على سمك يعني رقيقه مليح هكا باش يجوا الطبقات تاعكم مليح. انا حليتها على حساب، حلوها على حساب الطول اللي عندك. تحليها في البابي كويسون. تستعيني بيان سور بالرولو هذاك، نحلوها على القيس تاع البلاطو. انايا تفرجوا لا فيديو شوفوا الطريقه كيفاش نحل فيها، نخرج راني نحل فيها ونولي معاكم.
لكم لا فيديو ما يجيكمش طويل بزاف ويسمعط لكم. تكسلي العجينه كيما اي عجينه، برك تسيي تدير لاطو باش هكا تجي قد معاه. فوالا هنا بعد ما حطيتها في البلاطو حسيتها مازال ما جاتش قد وليت نسوي فيها بيدي ونزيد الطول بيدي. هنايا نولو العجينه نحلوها وكيما العجينه الاولى بيان سور نسيو ندو لافنا وبيان سور نحتاجو البابي كويسون. نخليكم تشوفوا مع بعضنا في العجينه كيفاش تدي ديك لا فورم ونولي. هنا اللي صرا لها المشكل كيما انا هكا ولا تغبنها العجينه ساشي نورمال ولا ساشي تاع الطابله ولا بابي كويسون من الفوق ولا وتحلها باش هكا ما عليك العمليه وتسرحها. هنا خرجت لي العجينه من كويسون. قلحتها برك هكا بموس. هنايا العجينه الاولى نفرشيطها، يعني ثقبتها بالفرشيطه تقبيح. ومن بعد واش نديرو نحطوا المعجون تاعنا نطلوها بكامل المعجون بعد ما ثقبتها بالفرشيطه هنا نسيو نزوعو على كامل الاطراف تاع العجينه. اللي عندها كاش تكتب لي نرد عليها ان شاء الله باش تنجح لكم الوصفه. انا نسيي نشرح لكم يعني لو ماكسيموم الابسط تفاصيل باش هكا تستوعبوا مليح لا غوسيت. هنايا بعد ما لي كوتي اللي كانوا زايدين نديرها سوا على الشكل تاعي ونحكم نهز البابي كويسون كيما راكم تشوفوا في لا فوتو. عمليه هذه سهله ما تقولوش صعيبه فيها هكا، ما هي سهله فاسيل نقص عليك سهله وما تديش بنينه تهبل. يعني نصحكم تجربوها تجي هايله صرا هكا ولا تجي كاش وحده هكا مع الحشي ديريها ما تديش الوقت وتجي بنينه. هنايا تاني نسيو نعدلوها مليح نديروها سوا مع المول. نحو الزوائد بالموس ومام العجينه الثانيه هذه فرشيطه تقب ما تخلي حتى باش ما تطلعش العجينه تقبيها بارتو. يعني الثلاثه يتقبوا بكل. هنا ينتقبوهم مليح ونزيدو نضيفو المربى. بعد ما نتقبوها نضيفو المربى تاني نوزعوه على كامل اطراف العين. يسيو تكتروا المربى كل ما كثرتوا الكميه تجيكم بنينه مليحه وسووها على كامل السطح. خليكم مع لا فيديو موضح في لا فيديو ونولي معاكم. وهذه الطريقه الثالثه والاخيره نفس العمليه نعمل مليح في فوق البابي كويس. نستعملوا ساشي هكا تساعدنا احسن واحسن ونحط قد على المول ونتقبوها بالفرشاه. الطبقه الاخيره ما نضيفوا لهاش المربى يعني نتقبوها ونحطها كيما راهي. هنايا نحطوها نثقبوها ومن بعد الفور يكون مسخن على درجة حرارة
عاليه. ومن بعد منين ندخلوا الكاطو تاعنا نقصوه نديروا على 200 درجه. شوفوا هنايا بعد ما طابت الحراره اللي تديها ننصحكم خلوها طيب مليح مليح من التحت، يعني حتى تشوفوا الحواف. مين تشوفوا الحواف حمراء عرفوا باللي من تحت الطبقه راهي سي بون هي هكا باش يطيبوا الطبقات كامل. هنايا بعد ما نخرجوها من الفرن نقطعوا هذوك الحواف نعدلوهم ونفتوهم مليح مليح بيدينا ولا بالاشواق هاتوهم كديكور. هنايا نضيفوا المربى كما كتشوفوا في لا فيديو. نضيفوا كميه مليحه تاع المربى. هنايا التزيين يبقى اختياري، دونك اللي حابه دير مربى ودير ديكور كيما درتو، واللي حابه تاني دير شوكولا تحب دير طبقه تاع شوكولا. شوفوا هنايا التزيين يبقى الذوق تاعو. انا هنا درت المربى، اكتفيت بالمربى وشويه تاع وشوف هذوك اللي قعدوا فتتهم مليح مليح بيدي. برك اللي تحب ديرهم في الاشواك ديرهم في الاشواك وتحطيهم الفكه تزيين. دونك يعني انا اعتمدت هذه سهله بزاف هكا باش نيفيتو الحلاوه. سورتو اللي عند في الدار ولا اللي عندها ناس كبار معاها في الدار تاني تيسي تنقص لو ماكس حلاوه. شوفوا هنايا بعد ما درت لها المربى شويت اللي قعدوا لي ديكوريت بيهم. هنا تتقص معكم مليح وما تغبنكمش في التكسام ليله كامله. سينو ديروها الصباح وقسموها العشيه، يعني خلوها انا بس فوالا. بعد ما وجدت اني نقسم ديرها مربعات ولا كيما تحبين تديريها ولا مقروضات ولا وتقدميها مليحه. سواء القهوه الحليب تاع الصباح سواء يعني بنتها بنينه او بليس شكلها تاني راقي تقدميها. وبصحتكم وان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. وباي باي، تهلاو في روحكم.